وصفة سهلة. احنا في الفيديو ده هنعمل وصفة الرز البسمتي بطريقة حلوة ومفيدة ومغذية لأولادنا. اول حاجة معانا رز يكون منقوع، ومعانا جزرتين مبشورين، ومعانا بصلة كبيرة مبشورة، ومعانا التوابل الصحيحة بتاعتنا: ينسون حب، فلفل اسود حب، حبهان سوداني، حبهان مصري، قرفة، معانا اللايم، ومعانا 3 فصوص ثوم مفرومين، ومعانا معلقة صغيرة مليانة من بهارات الرز البسمتي، ومعانا كمان حوالي 3 وحدات من القرنفل. دي المكونات اللي احنا هنحتاجها في وصفة الرز البسمتي. وصفة سهلة جدا ولذيذة جدا وكل الولاد بيحبوها، تنفع مع الستريبس، بتنفع مع الشاورما، لذيذة يعني. تعالوا بقى نشوف الوصفة هتتعمل ازاي. دلوقتي احنا جبنا حلة على النار، حطينا فيها معلقة زبدة صغيرة ومعلقة زيت، وهنبتدي ان احنا نسيحهم ونسيبهم يسخنوا. هنا معانا البصل المبشور هننزل بيه. بعد البصل معانا ما دبل شويه بنزل معانا بقى بالجزر المبشور يتشوح مع البصل اهو. انا بس هنا غيرت الحله بس عشان خاطر الحله التانية كانت صغيره. بعد الجزر ما تشوح معايا زي ما انتم شايفين اهو، هنزل بال3 فصوص ثوم اللي معانا اهو. تمام، مجرد بس تقليبتين بنشم ريحه الثوم كده بتطلع، وبروح نازله بقى معايا بمعلقه البهارات اللي هي بهارات الرز البسمتي، وهنزل بقى معايا بالبهارات الحب اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو، وبنشوحها بقى كلها مع بعض. نقلب بقى كله مع بعضه، هنلاقي ريحه البهارات طالعه، بنشم ريحتها بتبقى جميله جدا. نشوح بقى البهارات مع البصل مع الثوم مع الجزر، يعني حاجه كده مش عايزه اقول لكم قلبه ريحه البيت دلوقتي، الريحه فعلا جميله جدا. اخر حاجه بقى معانا المكون الرئيسي بتاعنا الرز البسمتي، ننزل بقى بيه. هنقلب بقى كله مع بعضه لحد ما الرز يتشوح مع الخضار. لازم تشويحة الرز دي تخليه في حتة تانية خالص. كده الرز البسمتي اهو اتشوح معانا، دي اهم حاجة لازم يتشوح. ننزل بقى معانا بالشوربة بتاعتنا. احنا نقعينه نص ساعة، فهيبقى زيه زي الرز العادي في ان احنا بنزوده يتشرب، وبعد كده بنوطي عليه. ده كده معانا الرز البسمتي بعد ما استوى. شايفين مفلفل معانا اهو اهو، شايفين الرز البسمتي معانا، شايفين مفلفل وحلو ازاي. ده كده الشكل النهائي بتاعنا للرز البسمتي. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، اشوفكم في فيديو جديد.